يا شباب، فيديو جديد وتمرينة جديدة. في سؤال دايما كان بيجي في بالي كده من واحد صاحبي، يعني كان بيسأله زمان أول ما بدأت جيم. كان يقعد يقول لي، أنا عارف إن هو كان بيهزر يعني، بس برضه كان دايما السؤال ده يجي في دماغي. كان دايما يقول لي: أنت يا ابني عارف نفسك بالجيم ده ليه؟ وعارف نفسك بالتمرين، وراجع نفسك بالتمرين، واخد أكل معاك في كل مشوار، وظابط أكلك وعامل. كلنا هنموت يا ابني في الآخر. أنت أنت كده ميت، تقول لي بيشرب سجاير ميت. هو كان بيهزر ساعتها يعني عشان مكسل يجي الجيم، بس انا الكلام جه في دماغي الواحد يفكر فيه برضه. كنت ساعتها مش برد عليه مع ان الاجابه كانت واضحه جدا يعني، مش عارف، بس مش عارف ليه ما كانتش جايه في دماغي ساعتها يعني. انت يوم القيامه هتتسأل اول حاجتين هتتسأل عليهم: عن عمرك فيما افنيته، شبابك فيما ابليته. يعني عمرك ده عملت فيه ايه؟ شامل كل حاجه بقى، شامل فلوسك صرفتها في ايه، صحتك ضيعتها في ايه، وقتك وديته فين. وشبابك اللي هي في عافيتك وصحتك، هتبقى عملت فيها ايه؟ في ناس شبابها كانت مقضياها كده وكده، في ناس شبابها كانت مهتمية بصحتها وعشان تعرف تركز بيها في دينها، وتركز بيها في عملها، وتركز بيها في مجتمعها. ولو أب متزوج وكده يبقى أب صالح لأولاده، ويبقى قدوة ليهم وكده. أو شاب يبقى شاب صالح في المجتمع لنفسه ولأهله، وقدوة لأصحابه. فالحقيقة مع مرور الوقت في الرياضة، لو انت قعدت تستمر في الرياضة، ربنا كرمك قعدت أكتر من 5 6 سنين بتتمرن، هتكتشف بعد كده إن انت مش بتتمرن بس عشان شكلك. التمرين بقى جزء أساسي من يومك، يعني هتحس إن انت بتتمرن بعد كده عشان صحتك. ده سبب مهم جدا يخليك تستمر في التمرين. معظم الناس اللي كانت بتتمرن عشان بس تعمل شكل حلو، أول ما توصل للشيب ده، انت ممكن في 3 شهور أي حد يوصل للشيب اللي هو عاوزه، سواء بيضخم أو بينشف. بس هل بعد كده بيكمل في الجيم؟ محدش هيكمل بعد كده في الجيم او اي رياضه عامه، غير لو هو حط هدف قدامه ان هو يتمرن عشان صحته، عشان تفضل طول ما انت عايش قادر تتحرك، قادر تصلي وانت واقف. مش هتقعد على كرسي. لما في ناس دلوقتي بتقعد على الكرسي هم عندهم في التلاتينات، في الاربعينات، او جات له اصابه خفيفه مثلا في ركبته ولا في ظهره، ما عادش عارف يصلي وهو واقف. الرياضه صدقني هتفرق معاك كتير جدا في الموضوع ده. وبالعكس برضه في ناس في الأربعينات وفي الخمسينات لو وقفت معاها ممكن تحس إن هو عنده 30 سنة أو 25 سنة، من كتر ما هو مش باين عليه السن بسبب الرياضة. العبوا رياضة يا شباب، رياضة مهمة وبتفرق كتير جدا. مش هتبان لك دلوقتي وأنت في العشرينات عشان كل أصحابك صغيرين وصحتهم موجودة لسه، بس صدقوني بعد ال30 الموضوع بيفرق جامد 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 لأقصى درجة يعني. الفترة اللي مش هتلعب فيها رياضة في حياتك هتحس بفرقها جامد. جيم بن ولا ايه؟ بقفل البتاع 25 عدى. أو بفكر بقى المرة الجاية أبقى ألعبه سنجل بعد كده، لأن خلاص يعني أنا مش 25 عدى يا دوبك بدأت أحس بالتمرين يعني.
جامد. احنا بنسأل بقى سؤال النهارده يا كابتن فارس، ليه اصلا في بداية في الاول خالص ابتديت جيم؟ ابتديت جيم لان انا كنت رياضي اصلا، كنت بلعب كوره وانا عندي 7 سنين. فبدات اخش الجيم ان انا احسن من ادائي في الملعب كده وانا عندي 13 14 سنه. فلما بطلت كوره بدات ان انا عايز اتمرن زي اصحابي عادي في الجيم عشان احسن جسمي بقى. كنت انا نحيف شويه وكده واستمريت في الجيم وانا عندي يعتبر بدايتي كانت وانا عندي 16 سنه في الجيم لحد الان يعني، وانا مكمل في الجيم. ده السبب ان فانا كنت رياضي من وانا صغير، ما كنتش ابتديت يعني مره واحده كده بلعب رياضه من وانا عندي 7 سنين بالظبط. طب هل انت دلوقتي شايف في فرق في الشخص اللي بيمارس الرياضة طول عمره والشخص اللي عمره ما عمل رياضة، مش بس من حيث الصحة يعني عامة في كل جوانب حياته؟ الشخص اللي بيبقى بادئ رياضة ومتعود عليها من هو صغير بيبقى طبعا تختلف في يعني النمو بتاع جسمه بيبقى مختلف. الروتين بتاعه اليومي لو مثلا قطع الرياضة حتى لو شهر بيحس ان في حاجة في جسمه مش مظبوطة، بيرجع بسرعة يكمل تاني، يرجع الروتين بتاعه ويمارس الرياضة تاني. اما لو شخص يعني بيبدأ رياضة متأخر شوية بنحس ان هو بنعاني معاه عشان يستمر، ممكن يعمل نتيجة او حاجة عايز يوصل لها وبعد كده بيغيب عن الجيم وان احنا اما بيجي يرجع تاني بنعاني معاه شوية لانه ما اتعودش على ده من هو صغير. يعني انت من الاخر مع الوقت بتحس ان الرياضة دي اهميتها زي اي حاجة في الحياة، زي الشغل، زي حياتك الشخصية، زي اي حاجة مهمة في حياتك. الرياضة دي ما ينفعش تبقى مش موجودة في اليوم بتاعك. طبعا الرياضة طبعا اللي بالنسبة برضو للسن الصغير، طول ما انت اسست حد وهو صغير لما بيكبر مثلا بيوصل لسن 17 18 فبيكون وصل لليفل كويس من الفتنس بتاعه وما بيعانيش زي الناس مثلا اللي ممكن تخش بعد ما تكون وصلت نسبة فات عالية او يكون عندهم دخلوا في مقاومة انسولين او اي امراض مزمنة بسبب ان هو ما مشيش على حياة صحية يعني. اتمرن يا ابني وابعد عن مقاومة الانسولين. طب يا كابتن فارس، شكرا. احنا النهارده في نص رمضان، في ناس ممكن تكون لسه ما ابتدتش. صدقني حاول تستغل رمضان قبل ما يخلص ان انت تتعود على عاده جديده. رمضان احسن حاجه فيه تنظيم الوقت، حتى من حيث العباده كل حاجه ليها وقتها. فانت ممكن تستغل بجانب ان انت تحسن في علاقتك مع ربنا ان انت تتعود على عاده جديده زي الرياضه مثلا، بحيث ان انت بعد رمضان تعرف تلتزم عليها وتحسن من نفسك في الجزئيه دي لو كانت الجزئيه دي بعيده عنك. فحاول ان انت تخرج من رمضان غير الشخص اللي دخله. تمرين الهيبس راست بجد يعني، غير ان هو من احسن التمارين اللي بتشغل الجلوتس في وضع التقصير او الشورتن بوزيشن، غير ان هو اكتر تمرين حسن لي قلم ظهري في الفقرات السفليه. حرفيا العبه لمده شهر وهتحس ان اللور باك بتاعك اتحسن 180 درجه.
طب ليه هنا انا بلعب في اللوجو سنجل ارم؟ دي حاجه شخصيه، تفضيل شخصي. بمعنى انا معظم تمارين الماجنس بلعب بايدي الاتنين، فبحس ان انا لما باجي العب في اللوجو بالذات بايدي الاتنين بحس ان انا مش عارف استهدف الماجنس قوي. ممكن دي حاجه شخصيه في البايوميكانكس بتاعي، في البناء العظمي بتاعي ببقى مش مرتاح قوي ومش حاسس قوي باستهداف الماجنس. فانا بحب في التمرين ده بالذات العبه سنجل. بحس هو بالظبط التمرين ده زي تمرين الدمبل جو بتاع زمان للناس اللي هي بطلت تلعبه، معرفش ليه لغوه يعني من الجيم، بس هو بالظبط نفس. اعتبر نفسك لو انت خدت الجهاز ده وقلبتني كده هتلاقي نفسي بعمل نفس اداء الحركه بتاعت الدمبل جو بالظبط. فانا بحب العبه سنجل عشان احس اكتر بالعضله. طب يا جماعة ده رأيي الشخصي، وعايزين تتخانقوا معايا اتخانقوا معايا، ما عنديش مشكلة. أنا شايف إن تمرين السواعد مش مهم خالص لو أنت بتلعب في الجيم بقالك أقل من سنتين، لأن تقييمك لسواعدك وأنت بتلعب في الجيم أقل من سنتين صدقني أنت لسه ما شفتش السواعد. جيب أي حد بيتمرن بقاله فوق ال3 سنين أو ال4 سنين أو عدى السنتين جيم من غير ما يتمرن سواعد، وشوف سواعده هتبقى عاملة إزاي مجرد بس التمرين الجول العادية. بعدها بقى يا سيدي لو حسيت إن أنت فعلا عندك مشكلة في السواعد أو ضعيفة يبقى مرنها. لكن أنا المشكلة بخش أشوف ناس من اول يوم بتتمرن السواعد، يعني زي ما يكون يعني ايه هم عاوزين يكبروها تقريبا اكتر من الباي. انا ما عنديش مشكله مع تمرين السواعد عادي، انت لو حابب تمرنها مرنها، دي ما فيش مشاكل، هو مش حاجه مضره. بس انا قصدي الناس ساعات بتديها اولويه يعني عن الباي نفسها لحد ما تلاقي سواعده بقت اكبر من الباي بتاعته. ما تحطش الموضوع في دماغك، اتمرن وهتلاقي هي مع الوقت كبرت. لو احتجت تتمرنها او تقويها وحسيت ان هي فعلا فيها مشكله بعد سنه او سنتين استمراريه في الجيم يبقى مرنها يا سيدي، مفيش مشاكل. طب يا شباب بمناسبة التعفن الدماغي، الناس حتى بقت مستعجلة في التمارين، مستعجلة في التمارين من حيث الراحة، بحيث ان هو يعني تخلص المجموعة دقيقتين عاوز تخش المجموعة اللي بعدها. صدقني انت بتضيع على نفسك فوليوم كبير قوي كنت ممكن تجيبه. خد وقتك وريح اكتر من دقيقة ونص او دقيقتين بين التمارين، حتى لو تمرين زي الباي والتراي، واتفرج على ادائك في المجموعة اللي بعدها. صدقني
هتلاقي نفسك جبت من 5 ل6 عدات ازيد من انت كنت مدي لنفسك. كل بقى الفوليوم ده انت كنت راميه في الزباله عشان بس عاوز تخش مجموعه مجموعه على طول. انا واحد من الناس ما شفتش بجد زياده عضليه غير لما بدات ادي كل مجموعه حقها. بتمرن كل مجموعه زي اول مجموعه ورايح بين المجاميع لحد ما نفسي يقف تماما وابقى قادر اخش المجموعه اللي بعدها وانا مرتاح تماما. وبس يا شباب، ده كده كان فيديو النهارده. وانتوا عارفين ان انا مش بعرف اقفل الفيديوهات، فانتوا اعتبروا الفيديو خلص خلاص. السلام عليكم.